أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. أهلا 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 في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية التلات. في البداية كده عندي خبر ليكم، وهو لكل الناس اللي بتحب تسمع البودكاست بس عندهم مشكلة في المزيكا اللي بتكون في الباك جراوند. دلوقتي تقدروا تسمعوا كل حلقات البودكاست، الحلقات القديمة والحلقات اللي لسه هتنزل، عن طريق تطبيق 8. الحلقات هناك هتكون من غير ميوزك في الباك جراوند، مش هيكون في مزيكا في الخلفية بتاعت الحلقات. هتلاقوا اللينك عشان تحملوا التطبيق ده موجود عندي في انستجرام في البايو بتاعت حكاية التلات @حكاية التلات. من اسبوع كده ولا حاجة لما نزلت على ستوري الانستجرام وسألتكم ايه المواضيع اللي انتوا حابين ان احنا نتكلم فيها اكتر، كذا حد فيكم بعتلي وطلب مني نفس الحاجة، وهو ان احنا نتكلم عن موضوع الثقة بالنفس وازاي نثق في نفسنا اكتر من كده. فانا جمعت لكم عصارة خبرتي البسيطة وبعض من تجارب الاخرين وشوية من المعلومات اللي اتعلمتها كده في الطريق وفي السكة. الحلقة ممكن تكون طويلة شوية، فهاتوا حاجة تشربوها، او لو بتعملوا حاجة شغلوها في الباك جراوند ويلا بينا نبتدي، واتمنى ان الحلقة تفيدكم وتستفيدوا منها. قبل ما نتكلم عن اي حاجة وازاي نثق في نفسنا اكتر، فاحنا لازم نعرف نقطتين. اول نقطة هي ان الثقة بالنفس يا اما ثقة داخلية يا اما ثقة خارجية. الثقة الداخلية دي بتكون ناتجة عن الافكار والمعتقدات والمواضيع اللي احنا عندنا عنها نبذات كده جوه عقلنا. انما الثقة الخارجية دي بتبقى جاية من شكلنا، ملامحنا ولبسنا، ويعني الابيرنس بتاعنا، الشكل الخارجي بتاعنا من بره. وطبعا الاتنين مهمين اكيد، مش هقول على مثلا ان الشكل مش مهم زي الثقة الداخلية، لان طبعا هو مهم، ولكن في بعض المعتقدات الخاطئة عن الثقة الخارجية احنا لازم شوية نتخلى عنها. النقطة التانية اللي احنا محتاجين نعرفها هي ان عدم الثقة بالنفس له اسباب كتيرة جدا، وعلشان اقدر اثق في نفسي وابقى احسن محتاج اعرف ايه السبب اللي خلاني ما يبقاش عندي ثقة بنفسي اصلا. الموضوع بالظبط عامل زي لما بنكون تعبانين، قبل ما بنقرر ان احنا هناخد دواء بنحدد الألم ده جاي منين بالظبط علشان نقدر نروح للدكتور المختص اللي يقول لنا على سبب الألم وبعدين يدينا العلاج بتاعه. هتسألوني وتقولولي طب ايه هي اسباب عدم الثقة بالنفس يا سوسو؟ هقول لكم انا ما بحبش اسم سوسو، بس تعالوا ندخل في الموضوع على طول. من وجهة نظري نقدر نقسم اسباب عدم الثقة بالنفس ل3 فئات او 3 كاتيجوريز. اول فئة او اول حاجة هي الاهل. ان اهلك ما كانوش بيشجعوك كفاية وانت صغير، كانوا بيقارنوا ما بينك وما بين اخواتك او ما بينك وما بين قرايبك، ما كانوش بيقولوا لك الكلام الايجابي والتشجيعي بشكل كافي. وبالمناسبة احنا جايين علشان نحل مش علشان نعيش دور الضحية، وهنبقى نتكلم اكتر عن العلاقات بالاهل في حلقة تانية لو انتوا حابين. تاني حاجة او تاني سبب الصحاب، انك تكون موجود وسط صحاب متنمرين دايما، بيقللوا منك دايما ومش بيدعموك خالص في اي قرار من قراراتك. تالت سبب بقى واللي هنسميه ان هو سبب موضوعي، يعني على حسب الموقف والموضوع. يعني مثال على كده، موضوع انا ما عنديش معلومات فيه، لما حد مثلا يجي يكلمني في موضوع معين بحس ان انا مش واثقة في نفسي، وان الشخص ده لما بيكلمني انا ما عنديش وجهة نظر، ما عنديش معلومات كفاية تخليني اتكلم معاه في الموضوع، وده اللي بيخليني مش واثقة في نفسي. بس اذا كان بقى الموضوع ده بيكلمني عن الاقتصاد وانا ما عنديش معلومات في الاقتصاد، بيكلمني عن الكورة وانا ما عنديش معلومات عن الكورة، فطبيعي ان انا احس ان انا مش واثق في نفسي. تاني مثال او تاني حاجة، ان انا ثقافتي محدودة في الشغل. لما تحس ان ثقافتك في شغلك محدودة ومقتصرة بس على شوية المعلومات اللي عندك اللي بيساعدوك ان انت تنجز وتعمل الحاجة اللي انت بتعملها بشكل يومي كل يوم في المجال بتاعك او في وظيفتك ديت ايا كانت ايه هي. تالت مثال وهو الرأسمالية، عدم الثقة بالنفس بسبب الرأسمالية او الكابيتاليزم. ودي بصراحة نقطة انا هقتبسها من فيديو شفته امبارح على تيك توك لبنوتة جميلة كده اسمها لارا.
كانت البنت بتتكلم على ان الزمن اللي احنا عايشين فيه هو زمن رأس مالي جدا، فساعات ده بيخلينا مش واثقين في نفسنا نتيجة ان في شوية معايير محددة كده للشخص الجميل في الملامح، للشخص الناجح في شغله، الشخص الناجح في دراسته. وبالنسبة للمجتمعات اللي احنا عايشين فيها، ان لو المعايير دي مش متوفرة فيك فبنسبة كبيرة انت بالنسبة لهم لا انت جميل ولا انت ناجح. وابسط مثال على كده، او ابسط مثال على الكابيتاليزم في التفكير، شركات التجميل، او يعني شركات الميك اب. شركات الميك اب عشان تبدأ تبيع لنا كبنات المنتجات بتاعتها لازم تبدأ تحسسنا ان احنا محتاجين المنتجات دي، فتبدأ تقول لا ده الاندر اي سيركلز او الهالات السوداء تحت العين دي لازم نخبيها فاحنا محتاجين كونسيلر، لا ده مش عارفة رموشنا مش طويلة كفاية فاحنا محتاجين نطولها ونخليها طويلة زيادة عن اللزوم، فتشتروا اللاش اكستنشنز او الرموش الصناعية او تشتروا الماسكارا بتاعتنا. فده كده بالظبط الرأسمالية او الكابيتاليزم في التفكير. هطلب منكم دلوقتي ان انتوا توقفوا البودكاست وتجيبوا ورقة وقلم، او تفتحوا النوتس بتاعتكم على الموبايل وتكتبوا من وجهة نظركم ايه السبب من الاسباب دي اللي بيخليكم مش واثقين في نفسكم. مش شرط يكون سبب واحد على فكرة، هو ممكن عادي يكون اكتر من سبب ودي مش مشكلة نهائيا. وبعد ما تعملوا كده رجعوا كملوا الحلقة عشان نعرف هنحل ده ازاي. خلاص كتبتوا في الورقة بتاعتكم ولا كتبتوا في النوتس؟ كله تمام؟ يلا نشوف بقى هنحل الموضوع ازاي. عامة شايفاك يا اللي هناك يا اللي ما كتبتش، انت حر. بعد بقى ما حددنا السبب اللي بيخلينا مش واثقين في نفسنا، هنبدأ نشتغل على نفسنا وهنشتغل على ثقتنا من خلال السبب ده او من خلال الاسباب دي لو طلعوا اكتر من حاجة. ازاي؟ زي السكر في الشاي. لا خلاص بهزر، انا بقى هقول لكم ازاي. اول حاجة، لو السبب طلع من الاهل فانت قدامك حل من الحلين او قدامك اختيار من الاختيارين. اول حاجة انك تلوم اهلك وتفضل ضحية ما تتحركش من مكانك، وتاني اتجاه قدامك هو انك تمشي لقدام وتعمل نفسك روتين يساعدك، وده هنتكلم عنه بشكل مفصل فيما بعد في الحلقة. تاني حاجة، لو كان السبب اللي خليك مش واثق من نفسك هم الصحاب، فانت برضو قدامك اختيار من الاختيارين، انك تراجع حساباتك وتعمل حدود ما بينك وما بين صحابك. وده هتقدر تعمله لو سمعت الحلقة بتاعت الحدود في العلاقات او الباوندريز، هيساعدك ان انت تعمل حدود ما بينك وما بين صحابك لو انت مش هتعرف تنهي العلاقة معاهم لأسباب او لأخرى، او لان انت شايف بس ده عيب عندهم وصاحبك على عيبه. وتاني حاجة هو انك تقرر تبعد علشان تعرف تهيل او تتشافى في بيئة كويسة وسيف زون كده زي ما بيقولوا. تالت حاجة بقى، لو انت ثقتك كانت بتكون كده على حسب الموضوع، يعني لو في مواضيع معينة الناس لما بتبدأ تكلمك فيها انت بتبدأ تحس ان انت ما عندكش ثقة في نفسك لما حد بيفتح معاك حاجة من الحاجات دي، فانت محتاج تبص للموضوع ده بطريقة مختلفة شوية. لو مثلا حد بيجي يكلمك في الكورة وكل ما يجي يكلمك في الكورة انت بتحس ان انت ما عندكش ثقة في نفسك، فلا تسأل نفسك سؤال، هل انا مهتم ان انا يكون عندي معلومات في الكورة؟ هل دي حاجة بالنسبة لي مهمة جدا؟ لو فحاول ان انت تبدأ تثقف نفسك في الموضوع ده وتعرف معلومات عنه اكتر، فبالتالي لما حد يجي يكلمك ثقتك بنفسك هتبدأ تزيد مرة في مرة، لان انت هتعرف تناقشه وهتعرف تتكلم معاه. طب لو الموضوع ده اصلا مش فارق معاك، التوبيك ده مش فارق لك، خلاص مش مهم. ليه بتضايق نفسك وليه بتحسس نفسك انك ما عندكش ثقة وانت اصلا مش interested في الموضوع او مش مهتمة بالموضوع اللي الناس بيجوا يكلموك فيه؟ لو بقى بتحس انك ثقتك في نفسك قليلة في الشغل عشان ما عندكش معلومات كفاية، فانت لازم 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 تبدأ تشتغل على نفسك وتطور نفسك في المجال بتاعك، لان الحياة العملية علشان تتفوق فيها وعلشان شأنك فيها يكبر ويعلى لازم دايما تبقى مواكب للتغييرات اللي موجودة في المجال بتاعك والمجالات التانية اللي قريبة من المجال بتاعك وبتأثر على مجالك بشكل أو بآخر. تالت وآخر حاجة هي الكابيتاليزم، اللي بتبقى غالبا متعلقة بالثقة الخارجية، وغالبا بيكون لبس، هيئة اجتماعية، الجمال، عيلتك مين، باباك مين،
مامتك مين والكلام ده كله. فالزتونة بتاعت الكلام ده كله واخرة الكلام ده كله ان انت لازم تعرف ان ده كله ملوش علاقة بأهمية البني آدم. الحاجات المادية والحاجات الماتيرياليستك دي مش هي اللي بتعمل البني آدم، ومش المفروض تكون ان دي الحاجة الوحيدة اللي بتخليك واثق في نفسك، او انها تكون بتأثر عليك بشكل كبير قوي فتخليك مش واثق في نفسك. طب هل الحاجات دي هي بس اللي هتخليني واثق من نفسي؟ اكيد لا. بجانب الحاجات اللي قلناها في 10 خطوات هيساعدوك اكتر ان انت بقى تبقى واثق بنفسك. شوية حاجات كده بالتفصيل، هي ان احنا نبطل نتكلم عن نفسنا بطريقة سلبية. ابطل اهبط في نفسي، هبطل اقول لا انا مستاهلش الحاجة الفلانية، لا انا عمري ما هعرف اوصل للحاجة الفلانية، لا انا اصلا غبي، انا اصلا تفكيري يدوبك على قدي. الحاجات دي كلها حبة في حبة كل ما تبدأ تقول لنفسك الكلام السلبي ده، فعلا مش هزار ولا ميمز بقى على فيسبوك من الناس بتوع التنمية البشرية، ولكن فعلا انت شوية وهتبدأ تصدق ده، وهتبدأ تهبط من نفسك وهتحس ان انت يوزلس كده، ان انت ملكش لازمة. تاني حاجة وهي ان احنا نبطل نتكلم في المشاكل وان احنا نحكيها كتير. لو حصل عندنا مشكلة ومحتاجين ان احنا نحكيها لشخص، عارفين ان الشخص ده ممكن يساعدنا في حلها، فخلاص هنحكيها مرة والشخص ده هيساعدنا في حلها. حلناها تمام، ما حلناهاش والمشكلة هتطول معانا شوية، خلاص مش المفروض ان كل شوية افضل اتكلم عن المشكلة واحكيها حتى بعد ما تتحل اقعد احكيها. كل ده بيستنزف من الطاقة، كل ده بيصدر للي حواليا وبيصدر لي انا لنفسي نيجاتيف انرجي بشكل انتوا مش متخيلين. تالت حاجة وهي ان احنا لازم نبطل نكمبلين، لازم نبطل نشتكي ونعترض كتير على الوضع. هو انا ليه بس حالي كده؟ هو انا مفيش في حياتي غير الحزن؟ هو انا مفيش في حياتي غير الهم؟ هو انا كل الكومبلينز دي او كل الاعتراضات او ان احنا نكون شكاين بكاين، ده مش هيفيدنا باي حاجة فعلا، غير ان هو هيستنزف من طاقتنا وهياخد من الطاقة بتاعتنا وهياخد من وقتنا ومش هيفيدنا خالص. رابع حاجة نبطل مقارنة، وده اللي انا دايما بقوله من اول ما بدأت البودكاست، وهو ان احنا لازم نبطل مقارنة. لازم نبطل نقارن نفسنا بالناس اللي حوالينا، لازم نبطل نقارن نفسنا باللي بنشوفه على السوشيال ميديا. يعني في حالتنا هنا انا مينفعش اقارن نفسي بحد انا شايفاه ان هو واثق من نفسه، لان انا معرفش الشخص اللي قدامي ده مر بايه، او هل طول عمره هو واثق من نفسه ولا هو اشتغل على نفسه. ومهما كان اللي قدامي واثق من نفسه، فهو مش 100% ومش طول الوقت 24 ساعة في ال7 أيام هو شخص قاعد واثق من نفسه على طول. أكيد في ups and downs، أكيد في حاجات حلوة وحاجات وحشة في حياته، فأنا ما ينفعش نهائي إن أنا أقارن. اللي المفروض نقارن هو المقارنة الصح، المقارنة الإيجابية. أقارن نفسي النهاردة بنفسي من سنة، هل أنا اتغيرت اتطورت، الحاجات دي كلها. خامس حاجة هي إن احنا لازم نثقف نفسنا في الحياة. لازم يبقى عندنا شوية معلومات عن المواضيع كده اللي هي لا يخلو منها أي حديث. مفيش قاعدة هنقعدها إلا لما غالبا هنتكلم في كم موضوع كده معروفين. لازم يكون عندنا شوية معلومات جنرال، وده بقى طبعا بيجي عن طريق القراية، عن طريق نسمع بودكاست حلوة مرة في الأسبوع، نسمع بودكاست مرة في اليوم على حسب وقتنا. يعني لازم بقدر الإمكان نخلي بالنا من ايه اللي احنا بندخله لعقلنا. هل انا طول الوقت بسكرول كده على تيك توك وقاعدة بتفرج على فيديوهات و تشالنجز وتحديات وناس بتعمل ايه ومش عارفة ايه وكده وخلاص، ما فيش اي حاجة مفيدة بتدخل يومي؟ تلفزيون ومسلسلات هنبقة وحاجات كده، ولا انا في معلومات بتدخل لي بشكل او باخر عن طريق بقى اللي بدرسه في المدرسة، اللي بتعلمه في الجامعة، اتكلمنا في موضوع مع زمايلنا في الشغل فعرفنا معلومة ما كناش نعرفها، قريت سطرين من كتاب، سمعت بودكاست او سمعت نص بودكاست حتى في اليوم. لازم اتليست مفيش يوم يعدي علينا الا واحنا طالعين بمعلومة بسيطة جدا مفيدة فيه. سادس حاجة وهي انك تتعرف على نفسك اكتر. اتعرف على نفسك كأنك بتتعرف على حد جديد. لما نيجي نتعرف على حد جديد بنبقى مهتمين نعرف
ايه الاغاني اللي بيسمعوها، ايه اغنيتهم المفضلة، مين مطربهم المفضل، ايه اكتر مسلسل بيحبوه، طب ايه اكتر فيلم بيحبوه، طب بيحب اللون الفلاني ولا اللون الفلاني، ايه الاكلة المفضلة. كل الحاجات دي ساعات كتير جدا بنلاقي نفسنا ما عندناش المعلومات دي عن نفسنا اصلا، واحنا مهتمين نعرفها عن الناس اللي حوالينا. ولكن الاولى ان انا اعرف المعلومات دي عن نفسي. فهنجيب ورقة وقلم كده، ولو ما عندناش هنجيب برضو نفس النوتس بتاعتنا على الموبايل، وابدأ بقى اسأل نفسي هو انا بحب الفيلم ده ولا الفيلم ده، طب ايه اغنيتي المفضلة، طب ايه اكلتي المفضلة، طب انا ايه الماي جو تو درينك، او ايه المشروب اللي انا دايما لما بروح اي مكان بحب اشربه. والحاجات دي كلها كل ما تعرف عن نفسك اكتر، كل ما هتحس ان انت عندك ثقة اكتر، لان ده هيساعدك تعرف ايه الحاجات اللي تتجه ناحيتها، ايه الاماكن اللي انت عايز تروحها، مين الناس اللي انت حابب تقعد وسطهم. فكل ده هيديك positive energy، كل ده هتاخد منه الكونفيدنس كده، وتبدأ تحس ان انت مستريح وان انت واثق من نفسك. سابع حاجة وهي انك تعمل حدود مع اللي حواليك. وبجد بجد بجد مش عشان البودكاست بتاعتي بس، حلقة الحدود في العلاقات او حلقة الباوندريز هتساعدكم جدا جدا، لان الريسيرش بتاعها لما كنت بعمله ساعدني بشكل مش طبيعي، لان كان دايما عندي المعلومة المغلوطة بتاعت ان احنا نحط حدود مع اللي حوالينا، ان احنا كده بنبعدهم عننا. ولكن لما تسمعوا الحلقة هتعرفوا ان الموضوع مختلف تماما. تامن حاجة وهي من اهم الحاجات، بلاش والنبي نعيش دور الضحية. اكيد كلنا باختلاف عمرنا at some point او في مرحلة من مراحل حياتنا حصل لنا موقف كنا ضحايا في الموقف ده، وممكن يكونوا اكتر من موقف وكنا ضحية في الموقف ده، وممكن المواقف دي كلها تكون جاية من نفس الاشخاص. دور الضحية ده مش هيساعدني، دور الضحية ده اكبر كذبة انا ممكن اكذبها على نفسي. انا فعلا اتأذيت وفعلا اتأثرت، بس انا لو فضلت مكاني ولا تلومن الا نفسك، الحياة كلها هتمشي لقدام والناس كلها هتمشي لقدام، واحنا هنفضل في مكاننا، يعني محلك سر ما بنتحركش. 9 وهي ان انت محتاج تخلق صورة ايجابية عن نفسك قدام نفسك. هنجيب ورقة وقلم تاني اهو، هنفتح النوتس بتاعة الموبايل، والمرة دي بقى مش هنكتب احنا بنحب ايه وبنكره ايه، المرة دي هنكتب الحاجات الحلوة اللي احنا شايفينها في نفسنا. انا شايف ان انا صاحب وفي، شايف ان انا بحب اخدم الناس، بهادي الناس، ان انا شاطر الى حد ما في شغلي، ذكي في دراستي. من الاخر احنا بندي نفسنا compliments، لان الحاجات دي كلها لو جه حد غريب وقالها لنا، لو جه حد غريب وقال لنا برافو انت شاطر قوي في شغلك، برافو ما شاء الله عليكي انت ذكيه جدا، انت حد طيب وصاحب وفي، الحاجات دي كلها هنعتبرها compliments، وهتحسوا ان هي بتنفخنا كده، بتدينا ثقه من النفس، وبتخلينا اللي هو واو انا جامد قوي. طب ليه استنى لما حد يقولها لي، اما انها ممكن ادور عليها بنفسي جوه نفسي والاقيها في اخد الثقة ويبقى عندي ثقة بنفسي او ازود ثقتي بنفسي. 10 حاجة وهي مش خطوة من الخطوات اللي هيساعدونا نثق في نفسنا، ولكن هي ممكن نقول نصيحة. بالراحة، بلاش نستعجل على النتيجة، لان الخطوات دي كلها مش سحر، انا ما بقدمش سحر اسود، انا مجرد بدي طريقة نحاول نمشي عليها. وهي مش روجيتا يعني، بس احنا هنحاول نمشي على الخطوات دي، هنحاول نعملهم. ولكن اهم حاجة الاستمرار، ثم الاستمرار ثم الاستمرار. consistency is the key. الحل دايما في الاستمرارية، لازم نكون مستمرين على الحاجات دي. ما ينفعش اجي النهاردة اعمل 10 steps دولت او 9 steps دولت وخلاص اركن الموضوع بقى شهرين، واجي اقول ايه ده سلمى كانت بتضحك عليا، انا مش حاسس ان انا واثق من نفسي ولا حاجه. طب ما انا ما عملتش حاجه. هو انت دلوقتي لما بتقرر ان انت تخس، فبتاخد بلان الدايت بتمشي عليها يوم واحد بس وتستنى النتيجه؟ مستحيل. انت بتمشي عليها شهر 2 3 وبتبدأ تلاحظ النتيجه. فنفس الشيء زي ما بندور على طرق ان احنا نحسن من نفسنا من بره، والطرق دي بتاخد وقت، فنفس الشيء في نفسنا من جوه، واحنا بنحسن بنغير من نفسنا من جوه، الحاجات دي بتاخد وقت. بس في الحالتين اذا كنا بنغير نفسنا من بره او بنغير نفسنا من جوه،
consistency is the key. الاستمرارية هي الحل الأمثل. بس كده، هي دي كانت حلقتنا النهاردة. شكرا جدا ليكم، ومبسوطة جدا ان انتوا كنتوا جزء من الحلقة بتاعت النهاردة. ولو عايزين مواضيع تانية نتكلم فيها ما تنسوش تبعتولي على الانستجرام او التيك توك. اشوفكم التلات الجاي. حكاية التلات هي بودكاست اسبوعي موجودة على ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالانجلش. نتقابل التلات الجاي.